والمتصوفة من أجهل الناس ومن أبعد الناس عن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد الروافض في الدرجة الثانية. لذلك كل من له علاقة بالمتصوفة يعيش جاهلا إن لم يدركه الله برحمته ويسعفه بالعلم فيموت جاهلا، جهلا مركبا. الجهل جهلان: جهل بسيط وجهل مركب. العامي العادي الذي لا صلة له بمشايخ الطرق جهله جهل مركب. لذلك إذا نبهته على خطئه قلت له يا فلان اتق الله هذا خطأ. عفوا، الجهل البسيط ما يعيش كثير من عوام المسلمين البعيدين عن المتصوفة، فيهم جهل كثير، ولكن هذا الجهل جهل بسيط غير مركب يقبل العلاج. إذا أخطأ فنصحته قلت له هذا خطأ وهذه بدعة وهذه معصية، يقول جزاك الله خيرا ويتراجع حالا. هذا هو الواقع وهو الملموس. لكن تعال إلى أتباع المتصوفة فيقول لا، تقول شرك. لا شرك اليوم، الشرك انتهى مع كفار قريش. والعجيب من الأمر إنك قد تسمع من المنتسبين إلى العلم اليوم من يقول لا يوجد الشرك بعد كفار قريش، انتهى، ويلبس على الناس والعام يصدق. قد يكون هذا في نظرهم عالما ذا عمة وجبة مصدق 100%، يتبعه. وإذا جاءه طالب علم صغير، طالب علم صغير بقدرته بدون علم، قال له هذا شرك، يقول له اذهب روح، ما تعرف، الشيخ الفلاني والعالم الفلاني أفتانا بهذا، لا يوجد شرك اليوم، انتهى. وهؤلاء الذين يستغيثون ليل نهار أغثنا يا فلان، خذ بأيدينا وأدركنا، فلان مريض، فلانا لا تضع، والولد الفلاني لا ينجح، والقحط اشتد، والأسعار ارتفعت، والحالة سيئة، أدركونا خذوا بأيدينا. يقول لك لا، هؤلاء ليسوا بمشركين، هؤلاء يتوسلون بالصالحين، يحبون أهل الله، أنتم لا تحبون أهل الله. هذا